موقف كولر مع النادي الأهلي. تعال نتكلم باختصار شديد. بعد تعادل النادي الأهلي أمس مع بيراميدز بنتيجة 1-1، تعادل بالعافية من النادي الأهلي. بيراميدز ب10 لاعبين بيقدر إن هو يحرز هدف في النادي الأهلي. محمد الشيبي ظهير عصري لنادي بيراميدز، وهدف رائع بكل المقاييس، هدف عالمي وهاتها من الكونيا شناوي زي ما بيقولوا، صعب على محمد الشناوي. في المقابل برضو هدف النادي الأهلي في الوقت بدل الضائع في المباراة، في مباراة غريبة وعجيبة. المفترض كان النادي الأهلي إن هو الأكثر شراسة على المرمى، النادي الأهلي اللي هو أكثر يعني جرأة وأكثر هجوما وأكثر تنظيما، وكل ده كان العكس تماما للأسف. كانت بيراميدز، حتى بيراميدز بعد ما انطرد منها لاعب، لا كانت هي فريق متوازن، فريق بيلعب كرة كويسة، فريق بيلعب على التيكا تاكا زي ما بيقولوا. اداء وجمله بيراميدز افضل من النادي الاهلي. النادي الاهلي مفيش اي روح، يعني يمكن من بعض اللاعبين زي امام عاشور، وظهر ده الكلام ده في اخر المباراه وهو بيحاول انه بيلعب كره من عند الشناوي، بيحاول يطلع بيها لوحده، بيعمل سبرنت والكلام ده كله، برغم برضو ان امام عاشور ضيع كوره على الجون ما تضيعش. ولكن نرجع لموقف كولر اللي تأزم ان جمهور النادي الاهلي دلوقتي كله بيطالب بإقالة كولر من النادي الاهلي النهارده قبل بكره. طيب هل الموضوع يقدر النادي الاهلي ان هو يقيل كولر والموضوع ينتهي على كده؟ لا، انا وجهة نظري ان لسه في ماتش سان داونز، ولسه في دوري مصري، لسه في مباريات في الدوري المصري. صحيح ان فرص النادي الاهلي في ان هو ياخذ الدوري اصبحت ضعيفه وضئيله جدا، ولكن 6 مباريات لبيراميدز فيهم الزمالك، فيهم سيراميكا، فيهم فاركو، يعني ممكن لسه في كلام. نعم ان النسبه ضعيفه، ان بعيد او ان الاهلي ياخد الدوري، او الامال ضعيفه، او ان هي هتيجي بقى باقدام لاعبي بيراميدز، او ان بيراميدز هيهدي من الاخر الدوري للنادي الاهلي. دي الحاله الاستثنائيه ان الاهلي ياخد فيها الدوري السنه دي. ولكن على ارض الواقع في لسه مباريات مهمه في الدوري، وفي صن داونز مباراتين، طبعا مباراتين صن داونز مهمين جدا للنادي الاهلي. انا دلوقتي لو مشيت كولر همشي الدنيا بسامي قمصان او الدنيا تمشي، ولكن هل والمدير الفني الجديد حتى لو جه، هل هو هيتحمل نتيجه مباريات صن داونز لو النادي الاهلي خرج من دوري ابطال افريقيا؟ لا، الراجل هيقول انا لن اتحمل النتيجه. طيب هل هو هيتحمل نتيجة مباريات الدوري المقبلة أو الباقية؟ برضه مش هيتحمل النتيجة. الحاجة الوحيدة اللي هتطلع إيجابية في الموضوع ده إن الأهلي بيحضر فرقة مع مدرب جديد لمباريات كأس العالم للأندية. لكن لو أنا فعلا متشبث بالفرصة ومتشبث إن النادي الأهلي يحاول 100% على دوري أبطال إفريقيا، ويحاول برضه 100% بقدراته الفترة اللي جاية على بطولة الدوري، يبقى من وجهة نظري إن كولر يفضل مستمر مع النادي الأهلي. والله لو هو الراجل استمر والأداء تحسن، وبطولة الدوري حتى لو ما حصلش فيها جديد، ولكن الأهلي تحسن على الأقل في الأداء في مباريات الدوري، قدرنا إن احنا نعبر صن داونز، فهيكمل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعد كده نشوف ختاما في نهاية الموسم الراجل ده ما له وما عليه للنادي الاهلي. لكن اقالته في الوقت ده من وجهة نظري يعني مش هتكون في صالح النادي الاهلي.